ازيكم يا شباب. موضوعنا النهارده يمكن موضوع قديم، لكن في ناس كتير مش عارفاه. تعال نشوف ايه اللي حصل فيه. موضوعنا النهارده عن الديناصورات. والديناصورات من اغرب الكائنات اللي عاشت على كوكب الارض من ملايين السنين، قبل ما الانسان يظهر بوقت طويل جدا. الكائنات دي كانت ضخمه، وكانت ليها اشكال واحجام مختلفه. فضلت عايشه على الارض فتره طويله، رغم انها انقرضت. ان العلماء قدروا يعرفوا معلومات عنها كتير من خلال الحفريات اللي هو في الصخور. عاشت الديناصورات في فترة طويلة جدا من تاريخ الأرض، وهي طبعا فترة العصر الميزوزي. ودي كانت الفترة الأطول في تاريخ الأرض. وساعتها كان في أنواع كتير من الديناصورات، منهم كان بياكل لحوم. ويعتبر من أخطر المفترسين منهم اللي بياكل لحوم، وهو ديناصور تيركس. وبعضهم كان بياكل نباتات، زي ديناصور اسمه براشيوسور، اللي كان عنده رقبة طويلة جدا، ودي كانت بتساعده يوصل لأوراق الشجر العالية. الديناصورات زمان كانت بتتكاثر عن طريق إنها بتبيض، زي الطيور والزواحف. والعلماء عرفوا شكلها وطرق حياتها من الحفريات، زي العظام وآثار الأقدام اللي اتحجرت في الصخور. وفي ناس كتير من العلماء بيقولوا إن سبب اختفاء الديناصورات كان اصطدام كواكب كبير جدا بالأرض. وده حصل في حدث اسمه انقراض العصر الطباشيري البيولوجي. دلوقتي هكلمكم عن بداية ظهور الديناصورات. بداية الديناصورات كانت من حوالي 230 مليون سنة تقريبا. في الوقت ده كانت الأرض مختلفة جدا عن دلوقتي. القارات كانت متجمعة في قارة واحدة كبيرة اسمها بنجايا. المناخ كان فيها حر جدا، وكان فيها جفاف، وكانت الزواحف هي الكائنات المسيطرة على الأرض. وظهرت الديناصورات في أواخر عصر اسمه العصر الترياسي. وقتها ما كانتش ضخمة زي اللي بنشوفها في الأفلام، كانت صغيرة نسبيًا وسريعة في الحركة. ومن أقدم الديناصورات اللي اكتشفها العلماء ديناصور اسمه يورابتور، وده كان طوله حوالي متر واحد بس. ومع مرور ملايين السنين بدأت الديناصورات تتطور وتكبر في الحجم، وتنتشر في أماكن كتير على الأرض. وبعد كده بقت هي الحيوانات المسيطرة على الكوكب. الديناصورات زمان هي الكائنات الوحيدة اللي عاشت وسط الحمم البركانية. والديناصورات في فترة الانفجارات البركانية كانت عايشة في وسط بيئة صعبة جدا، اللي بيحصل فيها إن البراكين كانت بتفور باستمرار وبتطلع حمم وصخور. وده كان بيخلي درجة الحرارة في المكان ده حر جدا وصعبة. والديناصورات كانت بتنقل بعيد عن البراكين في الغابات والسهول تقريبا، لكنها أحيانا كانت بتتعرض للرماد البركاني وللغازات السامة اللي بتطلع من البراكين. في بعض الديناصورات كانت تقدر تتحمل شوية الحرارة أو الرماد، لأنها كانت ضخمة وعضلاتها قوية. وكمان كانت بتتحرك لمسافات طويلة عشان تلاقي أكل ومية نظيفة. كمان الديناصورات الصغيرة والسريعة كانت بتستخدم سرعتها للاختباء والهروب من الرماد والحمم. والبيئة البركانية كانت صعبة عليهم، لكن أحيانا كانت مفيدة، لأنها كانت بتغطي النباتات وبتحميها شوية. فده ساعد أكلات النباتات إن هي تلاقي أكل ولو مؤقت. قصة انقراض الديناصورات قصة غريبة جدا، لأن بعد ما الديناصورات سيطرت على الأرض لملايين السنين، حوالي 65 مليون سنة، حصل شيء غريب غير مجري للتاريخ كله إنه يعرف إيه اللي حصل فيه. لكن بيقولوا إن الأرض كانت مليانة حياة، والغابات كبيرة، والبحيرات واسعة، والسماء مليانة طيور وزواحف. رغم إن بعد كل ده كانت الحياة ميسرة للديناصورات، حصلت كارثة غيرت كل ده، وهي الكواكب الضخمة. علماء اكتشفوا كواكب ضخم جدا، أكبر من جبل ضخم كامل، صدم بالأرض وكان رهيب. الكويكب ده ضرب الأرض بسرعة هايلة، وقوة الصدمة فيها كانت كافية لتدمير كل حاجة حوالين نقطة الاصطدام. الغبار والدخان اتطايروا في الجو وغطوا الشمس، وحصل ظلام وبرد. بعد الاصطدام الشمس ما كانتش بتوصل للأرض كويس، وده خلى الحرارة تنزل بشكل كبير، والنباتات بدأت تموت. والحيوانات اللي بدأت تاكل نباتات بدأت تموت هي كمان. وبرضه حصل تغير مناخي كبير. بعد فترة الجو اتغير جامد، أيام حر شديدة ومطر، وبراكين بدأت تنفجر بسبب الصدمة الأرضية. كل ده خلى الأرض مكان صعب جدا للحياة. والديناصورات اللي كانت مسيطرة على الأرض ملايين السنين بدأت تختفي واحدة واحدة. وفي النهاية خلال آلاف السنين اختفت الديناصورات بالكامل، وبدأ عصر جديد للكائنات الحية. الأرض بدأت تتغير، الغابات رجعت، والحيوانات الجديدة اللي نجت من الكارثة بدأت تنتشر، بما فيها حيوانات من النوع الثدييات. بما فيها الحيوانات اللي ظاهرة لحد دلوقتي، وهي اللي من نوع الثدييات اللي سيطرت لحد دلوقتي على العالم.